السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أتم صحة وأحسن حال. كل سنة وانتم طيبين، ويلا نبدأ بقى مراسم العيد، عيد الفطر بتاعنا. كل سنة وانتم طيبين جميعا، وجميع الأمة الإسلامية بصحة وسلام وسعادة يا رب. أول حاجة هنعملها من نواعم العيد هي كحك العيد. ويلا بينا نشوف الطريقة دي أحلى من الأبوار بقى، وأحلى بصي من أحلى طريقة. تعالى نشوف الطريقة بتقول ايه، سهلة والمقادير جميلة جدا ومفيهاش أي حاجة، إن شاء الله تنجح معاكي. أنا عندي مقدار كيلو من الدقيق، حطيت عليه رشة صغيرة من الملح، وحطيت 3 معالق كبار من السمسم، وحطيت معلقة ونص صغيرة من البيكنج باودر، وحطيت كمان زي ما انتم شايفين كده الخميرة هفورها على جنب، وحطيت ربع معلقة من ريحة الكحك. هوريها لكم دلوقتي اهي، ربع معلقة صغيرة من ريحة الكحك، وثلاث معالق كبار من السمسم، ومعلقة ونص من البيكنج باودر صغنونة، وكمان تذكرتين من الفانيليا. اهو زي ما انتم شايفين كده حبايب قلبي، دي المكونات الجافة عندي، سهلة جدا وما فيهاش اي حاجة. قلنا دقيق، بيكنج باودر، وكمان سمسم، ورشة ملح وفانيليا، وريحة الكحك ربع معلقة، وما تزوديش منها عشان خلي بالكم بتمرر الكحك جدا، والفانيليا بتدي طعم رهيب في الكحك. اهو زي ما انتم شايفين كده حبايب قلبي. وهنخلط المكونات دي مع بعض. وعلى الكيلو خدت نص كيلو من السمنة، شلت منه بعد تسييحه كوباية الا ربع. يعني يا منى ما استخدمتيش النص كيلو سمنة كله، لا، ابدا ابدا ابدا. انا استخدمت بالظبط يعني من النص بعد ما سيحته، شلت كوباية الا ربع من السمنة، والسمنة تكون مغلية وفايرة كده على النار كذا مرة. لازم وهي بتتحط على الدقيق تعمل، عارفة صوت التش دي لازم تسمعيها، عشان الدقيق الكحك يقعد معاكي أطول فترة ممكنة. تبدأي بقى تقلبي كده الجمال ده كله بمعلقة الخشب عشان خاطر تبقى سخنة جدا على ايديكي. وبعد ما الدقيق ياخد كل جزيئات السمنة، تبدأي بقى تنزلي بإيديكي وتستغني عن المعلقة الخشب دي خالص. زي ما انتم شايفين، خلي بالكم يا حبايبي، احنا عارفين ان نواعم العيد كلها ما ينفعش انها تتعجن ابدا. يعني ما ينفعش ان انت تعجنيها خالص. هتعجنيها هتطلع السمنه بقى بتاعتها، هتطرد السمنه بتاعتها ومش تبقى حلوه خالص. ما بين راحه ايديكي كده الاتنين، وبتبداي ان انت تعجني، تبداي ان انت تبسي العجين كويس جدا زي ما انتم شايفين. اه زي ما انتم شايفين كده حبايبي، باخد جزء جزء كده من تحت لفوق، وما بين راحة ايدي، وافضل افرك في العجينة لمدة لا تقل عن ربع او تلت ساعة. معلش طبعا الموضوع ده محتاج عضلات، بس لازم تعملي كده. بعد ما العجينة، حتى بصوا شايفين اتكورت كده مع بعضها وطرت ونعمت معايا، عملنا حفرة بسيطة كده في النص. وبدأت أنزل بكوباية إلا ربع مخمراها من الخميرة، يعني كيس خميرة كامل. وخمرته على معلقتين كبار من السكر، وبدأت كده إن أنا أحطها. بعد ما اتخمرت نزلت بالخميرة، وبدأت أنا مش بعجن أي حاجة من حاجات الكحك والبسكوت دي، ما ينفعش إنها تتعجن أبدا أبدا أبدا. بتفضلي تضغطي عليها، يا دوبك بتلميها وتضغطي عليها كده، زي يعني ايه، بوش ايدك زي ما وريتك كده دلوقتي. بختبر العجينة بتاعتي، باخد عجينة كده بكورها ما بين ايدي، وبعمل فيها كده. بصوا العجينة زي الفل، ولا شقات ولا أي حاجة. نيجي بقى للحشوة اللي هي العجمية الفيك اللي احنا بنعملوها. باخد عندي الملبن زي ما هو كده من العطار، هروح حاطة عليه معلقتين من السمنة البلدي، واكون محمصة فيهم السمسم والمكسرات اللي عندي. مكسرات لازم تكون مجروشة. بنزل عليها وهي دافية كده على الملبن، وببدأ كده ان انا اعجنه بايدي ما بين صوابعي واحدة واحدة كده لغاية ما يمتزج كله مع بعضه. زي ما انتم شايفين كده، وهيبقى عندي احلى عجمية بالمكسرات.
عجمية فيك بقى، بس بيبقى طعمها رهيب. كلنا بنحب الملبن، ما بيختلفش عليه اتنين الملبن ده، وبيبقى اخف كتير من العجوة. اهو يا حبايبي زي ما احنا شايفين، وهي هيبقى فيها كل واحدة فيها مكسرات والدنيا زي الفل وجميلة. ببدأ بقى كده اعمل كور صغيرة واحط فيها الملبن، واقرصها بقى كده بالمنقاش الجميل بتاعي. وبصوا بقى شكل الكحك على درجة حرارة 180 الرف الوسطاني لمدة ربع ساعة. بعد كده بتوطي النار ل165. عفوا. شايفين بقى الكحك وجماله؟ كحكاية ولا نفشت ولا فرشت ولا بقى قطعت ولا اي حاجة، من فوق ومن تحت اخده لون وجمال. بسم الله ما شاء الله، كحكاية كده على بق واحد. تعالوا بقى نفتح واحدة من جوه كده ونشوفها شكلها عامل ازاي. صدقوني الطريقة مضمونة مليون المية، هتحبوها جدا وهتدعولي. ما تنسيش لو انت وصلت لنهاية الفيديو تحطيلي لايك وشير وسبسكرايب. بحبكم جدا في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.